هتعمل ايه لو اكتشفت فجأة ان في كائنات غريبة اسمها الفن عايشة معاك في نفس البيت؟ وطبعا محدش مننا بيقدر يشوفهم او يسمعهم الا طبعا لو عمل شير ولايك للفيديو ده بسرعة. وبنلاقي بقى ان الكائنات دي هم اللي بيكونوا مسؤولين عن امان ونظام كل بيت، وبيكون فيهم واحد لاسع اسمه فينيك، وبنشوف انه مولع الدنيا لعب وتنطيط، وكمان كان عايش حياته في بيت مهجور على كيفه. ونروح بقى لبطلتنا كريستين اللي للاسف ما بتعرفش تعمل اي اصحاب ليها عشان اهلها كانوا على طول مقضينها سفر، وكانت دايما بتحكي لهم عن حبها لقصص البوليس وقد ايه كان نفسها تعيش الكلام ده لما تكبر. وبيوصلوا لمكان شغلهم في الاستوديو، وهناك كانوا بيصوروا فيلم اكشن جديد، وساعتها بترحب بيهم مساعدة المخرج، وكمان بتوفر لهم مكان يسكنوا فيه. وفي نفس الوقت بنلاقي ممثل هاوي بيحاول يثبت للمخرج انه شاطر جدا، لكنه بيندمج في الدور حبتين وبيلاقي الناس كلها ميتة من الضحك، وساعتها بيتوتر جي بي لدرجة انه بيدمر اللوكيشن كله بالغلط. وبنلاقي كريستين واهلها بيوصلوا لمكان سكنهم الجديد، وطبعا الشبح فينيك اللي عايش هناك بيكون متضايق جدا عشان بيبوظوا له ترتيب المكان. وفي الوقت اللي بتكون فيه كريستين بتجيب دوناتس بتقابل واحد عامل فيها روش، والشباب كمان بيخوفوها من البيت الجديد بتاعها، بس طبعا ما بتاكلش من الكلام ده وبتروح. واول لما بتوصل بيكون فينيك محضر لها خطه شريره عشان يقدر يخوفها ويخليها تسيب البيت، لكنها بتكون في منتهى الشجاعه وبتطلع تجري وراه. والغريب كمان انها بتكون شايفاه وبتعرف تمسكه بكل سهوله، وبالغلط بتاخد حته من قطره وساعتها بتقدر تشوفه لاول مره، وللاسف ما بيلاقيش اي طريقه يعرف بيها انه يختفي تاني. وفي نفس الوقت بنلاقي شله الاشباح نورت المكان، وبيكون ده وقت التجمع الاسبوعي ليهم، وطبعا محدش بيبقى فاهم ان كريستينا شايفاه، وبيروحوا على طول على مجلس النواب بتاعهم، وكريستينا بتقدر تتجسس عليهم من غير ما حد ياخد باله. وطبعا في اول الجلسه بيناقشوا الحادثه اللي حصلت في المسرح، وساعتها كل النواب بتهاجم الفن مافن واللي كان دفاعه انه مؤمن بموهبه جي بي، وللاسف مفيش حد بيقف في صفه وبيبقوا شايفين انه يستاهل اللي حصل له. وتاني يوم كريستين بتتفاجئ بالولد اللي كان بيعاكسها قبل كده، وكانت في نيته انه يرجع لها الكتاب بتاعها عشان نسيته في محل الدونتس، لكن فينيك طبعا ما بيعجبوش الكلام ده وبيحاول يمشيه باي طريقه ممكنه. وبعديها كمان بيتعصب على كريستين عشان ما كانش عايز حد يجي البيت، وبيفهمها ان كل ده بسبب السكان المزعجين، ومن ساعتها قرر انه مش هيسمح لاي حد تاني يدخل هنا. ومن كتر عصبيته بيتزنق في مكنه جز العشب وبتاخده يمين وشمال لحد ما سففته النجيله. لا وكمان بياخد كريستين في السكه، وبالصدفه بينزلوا على عربيه نقل، وطبعا ما بيقدروش ينزلوا منها وهي ماشيه لحد ما بتوصل عند مصنع الفحم، وبيكتشفوا فجاه ان العربيه من غير سواق، والعجيب كمان انها طلعت محمله ذره مش فحم. وفي وسط انفجار الفشار اللي حصل ده كريستين بتشوف حد بيهرب بسرعه من المكان، وعلى طول المدينه كلها بتغرق بموجه من الفشار نازله عليهم من كل حته زي ما يكون تسونامي وضربت في كل شوارع المدينه. ومش كده بس، ده كمان المجرم بيبعت رساله تهديد صريحه لمدينه برج كلها. وساعتها كريستين بتحاول تفهم المراسل انها شافته، بس زي ما انتم فاهمين طبعا لا حياه لمن تنادي، وما بتلاقيش اي حل قدامها غير انها تقنع فينيك يساعدها على حل اللغز ده. وطبعا بيستغل الموضوع وبيتشرط عليها انها تديله الفرو بتاعه عشان يعرف يرجع لحياته الطبيعيه تاني. وعلى طول بيتحركوا على مكان الحادثه وبيحاولوا يلاقوا اي دليل يوصلوا بيه للمجرم. وهنا فينيك بيبدا يشمشم عليه بحاسه الشبح، بس يعني بنلاقي ان حالته تصعب على الكافر. وبالصدفه كريستين بتشوف نفس العربيه اللي هرب فيها المجرم وقت الحادثه، وعلى طول بتاخد فينيك وطيران وراه لحد ما العربيه بتوصل عند محطه القطر. والغريب هناك لما بيدخل شبح غرفه التحكم وبيقدر يغير مسار القطر من غير ما حد ياخد باله. وساعتها بتوصل كريستين للمكان وبتكون حاسه كده ان في جريمه هتحصل هنا، وعلى طول من غير ما تفكر بتركب القطر مع فينيك عشان تحاول تحذر السواق وتمنع اي كارثه ممكن تحصل. وطبعا فينيك بيكون مش مصدق ان في واحد من الفن هو السبب في كل ده، لانه كان متعود دايما ان المشاكل كلها بتحصل بسبب البني ادمين. وفي نفس الوقت بنلاقي مراقبين الكاميرات بيكتشفوا ان في قطرين هيخشوا في بعض، واول لما بيعرف سواق القطر الكلام ده على طول بيحاول يتصرف وبيحاول ينزل كل الناس بسرعه عشان ينقذهم قبل ما الحادثه الكبيره تحصل. والغريب اكتر ان في غرفه تحكم مولدات الكهرباء بيدخل شبح بيكتف كل العمال هناك، وبيقدر يعكس كل طواحين الهواء اللي بتعمل كارثه جديده في المدينه. وبتتفاجئ كريستين باعصار كبير جدا ومن قوته كان بيسحب اي حاجه في طريقه، لكن من حسن حظها بتعرف تتصرف وبتخرج منه، وبالصدفه بتلاقي نفسها موجوده عند غرفه التحكم، وعلى طول بتحرر كل الموظفين هناك عشان يلاقوا حل بسرعه في الاعصار الرهيب ده. والحمد لله بيقدروا يوقفوا الكارثه دي قبل ما اي حد من سكان المدينه يجرى له حاجه. وساعتها كريستين بتتصل بمامتها في الاستوديو عشان تطمن انها كويسه، وكالعاده بيشتغل عندها حس المحقق كونان لما بتربط الاحداث اللي حصلت مع بعض، وبتكتشف ان دي نفس احداث المسلسل اللي بتتصور في الاستوديو. وعلى طول بتتسلل للمكان اللي فيه السيناريو عشان تعرف الخطوه الجايه بتاعه المجرم، وبالفهلوه بتفهم من الورق ان الكارثه الجايه هتحصل عند لعبه الساقيه. وبالصدفه كمان وهم خارجين بتشوف عربيه المجرم، وطبعا كريستين ما بتفوتش الفرصه دي وبتطلع العربيه عشان تلاقي اي دليل. وفجاه بتلاقي العربيه بتتحرك وبتتحبس في الصندوق وما بتكونش فاهمه اي حاجه. واول لما بيوصلوا بتعرف ان دي عربيه الممثل الفاشل جي بي، وبتفضل تحكي له عن كائنات الفن وارتباطها بكل الحوادث اللي بتحصل في المدينه، لحد ما بتتفاجئ بمافن هناك وبتفهم من كده ان هم دول المجرمين المسؤولين عن الحوادث. ولما بتساله عن
بسبب تدميره للمدينه بيكون رده ان محدش اقتنع بيه كممثل، وعلى طول بيفتكر اليوم اللي المخرج طرده فيه وقد ايه كان زعلان جدا ومتاثر، وانه اول لما رجع البيت اتفاجئ ساعتها بكائن غريب كان قاعد مستنيه. وطبعا بعد خناقه طويله ما بينهم بيعرف ان ده الفن الخاص بيه، وانه اخيرا لقى حد يساعده ويامن بموهبته. وفي وسط ما بيحكي لها على خطته الجديده اللي هيدمر بيها المدينه بتكتشف كريستين انه كان حابس شويه من كائنات الفن، لا وكمان واخد الفرو بتاعهم عشان يقدر يختفي زيهم. وفي نفس الوقت بيقاطعهم فينيك عشان يحاول ينقذ صديقته كريستين، لكن جي بي بيكون ليه راي تاني وبيستخدم مسدس الشبك عشان يكتفهم، وكمان بياخد الاسوره من كريستين عشان ما تقدرش تشوف الفن تاني. وعلى طول بيحطوا فينيك في صندوق العربيه وبيتحرك على المكان اللي هينفذوا فيه خطته الجديده. وساعتها مافن ضميره بيصحى وبيحاول يوقف جي بي باي طريقه، لكن للاسف بيحلق له هو كمان وبيشرف مع اخوه فينيك في صندوق العربيه. وفي نفس الوقت كريستين بتفضل تفرك لحد ما بتقدر تحرر نفسها من الشبك، وكالعاده بتنفذ خطه بنت جنيه عشان تعرف تهرب بمساعده الفن اللي مش شايفاهم اصلا. وبنلاقي جي بي قرر يولع في صندوق العربيه عشان يخلص من فينيك ومافن، لانهم خلاص ما بقاش ليهم اي لازمه بالنسبه له. وساعتها فينيك بيفكر في خطه للهروب، وفعلا بصعوبه بيقدر انه يحرر نفسه. وفي نفس الوقت بتوصل كريستين لمكان تجمع الفن الاسبوعي، وبالرغم من انها مش شايفاهم بس بتفضل تترجاهم عشان يساعدوها في انقاذ المدينه. وساعتها بيتعاطف معاها رئيس الفن، وكمان كل اللي موجودين في القاعه بيقرروا انهم يساعدوها، وفعلا بيتحركوا على طول على مدينه الملاهي. بس للاسف بنلاقي جي بي سبقهم وبيبدا تنفيذ الخطه عشان يفجر العجله. ولحسن الحظ بيوصل فينيك في نفس الوقت، وساعتها بيعمل المستحيل وبيحاول يبطل القنبله. وطبعا اول لما جي بي بيشوفه بيمسك فيه من غير ما يفكر، وبالرغم من ان فينيك كان الخصم الاضعف لكنه بينجح انه يحرق له البدله بتاعته. بس شكله كده مجنون ولا بيهمه، وعلى طول بيفجر القنبله زي ما السيناريو بيقول. وساعتها العجله بتبدا تتحرك ناحيه المدينه، واول لما بتوصل كريستين بتحاول تنقذ فينيك باي شكل. وهنا رئيس الفن بيتصرف بسرعه عشان يقدر يغير اتجاه العجله قبل ما تدمر كل بيوت المدينه، وبيحاول كل كائنات الفن يساعدوه باي طريقه عشان يقدروا يوقفوها. واخيرا فينيك بيتصرف بذكاء لاول مره في حياته وبينجح انه يغير اتجاهها في اخر لحظه. وبيتفاجئ اهل كريستين لما بيشوفوا العجله قدامهم وبنتهم متعلقه فيها، وبحبه حركات بهلوانيه بيقدروا ينقذوا الموقف الحمد لله. واخيرا العجله بتقع في البحر والمدينه بتكون في سلام وامان، وعلى طول بتوصل الشرطه عشان تقبض على المجرم جي بي. وهنا كريستين بتفهم ان صديق واحد وفي احسن بكتير من 1000 صديق مزيف. وانت كمان لازم تعرف ان لايك لوحده مش كفايه عشان تشوف احلى بندق.